تبدأ المباراة، تنطلق المتعة، يبدأ اللقاء النهائي فاينل آسيا 2007 مباشرة من جاكرتا. إذا تشكيل الفريق السعودي: في حراسة المرمى ياسر المسليم، رقم 3 أسامة هوساوي، رقم 19 وليد عبد ربه، 15 أحمد البحري، 7 كامل الموسى، 14 سعود كريري، 16 خالد عزيز، 17 تيسير الجاسم، 18 عبد الرحمن القحطاني، 9 مالك معاذ، 20 ياسر القحطاني. الفريق اللي عنده ثنائي دويتو بمثل مالك وقيمة ياسر حقيقة هو فريق الأحلام، الدريم تيم. المنتخب العراقي: في حراسة المرمى نور الصبري، رقم 14 حيدر عبد الأمير، 3 باسم عباس، 2 جاسم محمد غلام، 15 علي رحيمة، 18 مهدي كريم، 11 هوار ملا محمد، 5 نشأت أكرم، 24 قصي منير، 13 كرار، و10 يونس محمود. اذا تخرج كرة في التماس للفريق العراقي، تمشي من نشأت اكرم، كان يلعب في الشباب السعودي، كان ايضا من الوان النصر العالمي في الدوري السعودي، بينما فاول على تيسير. مباراة مهمة جدا، بعد 11 سنة يرجع اللقب بهوية عربية، ترجع اقدام الضاد لتكتب هوية بطولة اسيا، بطولة القارة الصفراء. ايضا هو النهائي 96 كان عربي بين السعودية والامارات، اذا ثاني نهائي في تاريخ البطولة عربي. والكرة تمشي لنشأت اكرم، خطيرة عراقية تمشي الركنية من الكاسر القحطاني، ياسر يخرجها كورنر. دقيقتين ونصف في الشوط الاول. مباراة الفاينل تبدأ بين الاخضر والابيض اليوم، هذا المساء بين الصقور والاسود. الركنية عراقية، انتباه للخطير قصي منير، يلعب في الدوري المحلي مع نادي اربيل. كرة تخرج اوت سهلة لياسر المسليم حارس النادي الراقي. طلعت الكؤوس النادي الاهلي. السعودية في المركز 61 في تصنيف الفيفا، العراق موجودة في الصف 80. الاتحاد العراقي تأسس عام 48 والانضمام للفيفا كان من عام 50، بينما الكرة السعودية اتحاد الكرة أسس في 56 وانضمام لعضوية الفيفا كان في 59. كرة السعودية وكرة العراق، كرة الآمال والأحلام، والعراق بادي مولع، العراق بادي بروح الملايين، بمناصرة الملايين في هذا اللقاء النهائي. اللقاء الحاسم هو لوليد عبد ربه، الحكم يقول خطأ سعودي، فاول على العراقي مهدي كريم لاعب نادي أبولون في الاحتراف القبرصي. الخطأ صحيح وموجود. المباراة تتواصل في ثالث لقاءات المنتخبين الشقيقين في كأس الأمم الآسيوية عام 96 هناك في أبو ظبي. فازت السعودية بهدف ل0 في يوم 8 من ديسمبر بهدف فهد المهلل. وفي 2004 تحت سور الصين هناك في بيجينغ في بكين العراق كسبت 2-1، كان لقاء مثير. نشأت أكرم في الدقيقة الحادية. العراق موجودة في الصف 80. الاتحاد العراقي تأسس عام 48 والانضمام للفيفا كان من عام 50، بينما الكرة السعودية اتحاد الكرة أسس في 56 وانضمام لعضوية الفيفا كان في 59. كرة السعودية وكرة العراق، كرة الآمال والأحلام، والعراق بادي مولع، العراق بادي بروح الملايين، بمناصرة الملايين في هذا اللقاء النهائي. اللقاء الحاسم هو لوليد عبد ربه، الحكم يقول خطأ سعودي، فاول على العراقي مهدي كريم لاعب نادي أبولون في الاحتراف القبرصي. الخطأ صحيح وموجود. المباراة تتواصل في ثالث لقاءات المنتخبين الشقيقين في كأس الأمم الآسيوية عام 96 هناك في أبو ظبي. فازت السعودية بهدف ل0 في يوم 8 من ديسمبر بهدف فهد المهلل. وفي 2004 تحت سور الصين هناك في بيجينغ في بكين العراق كسبت 2-1، كان لقاء مثير. نشأت أكرم في الدقيقة 51 1-0، لكن حمد المنتشري 57 قال 1-1
وفي الدقيقة 87 في الوقت القاتل الجوليادور البيتشيتشي الرهيب يونس محمود اكتبها عراقية 2-1. وليد عبد ربه يتقدم للصقور. المنتخب السعودي في النهائي السادس له تجربة وخبرة المواعيد الكبرى، النهائيات الكبرى في اسيا، سابع حضور في الاسياد، سادس نهائي للصقور، دليل على انه الزعيم الحقيقي للكرة الاسيوية. في المقابل وفي الاثناء رغم الظروف، رغم الدموع، رغم القهر والمتاعب والمصاعب، الكرة العراقية تهوى ركوب الصعب، ظروف صعبة، ولكن العراقي دائما يتغلب على ظروفه القاسية. المنتخب العراقي رابع اولمبياد اثينا يلعب نهائي اسيا بعد شهور من تأديته لمباراة نهائي الازيان جيمز هناك في الدوحة الفيحاء عاصمة العناب بقطر. ترجع الكرة في الميدان، معركة الوسط حاسمة، ينطلق الرهيب قصي منير، يلعب الكرة لرقم 11 هوار ملا محمد، هوار ليونس. ترجع سعودية تلعب عراقية بهوية عربية هنا في اسيا. اللقب الخامس افتتح الكرنفال الكويت عام 80، السعودية في 3 والعراق تلعب للأولى هذا المساء. ضغط عراقي، روح العراقي جميلة، 1-0 كان قريب من قصي منير. المنتخب العراقي بادي بقوة، بادي بعزيمة وروح فولاذية كبيرة في هذا اللقاء. ممكن بعض الملاحظين ومعظم الخبراء يؤهلون الأخضر لأول مرة تقريبا السعودية تدخل مباراة في اسيا 2007 في ثوب المؤهل، في ثوب البطل، لكن نعرف حسابات الدوري، نعرف حساسيات الديربي، نعرف لقاء قريب متقارب يلعب على 90، ممكن الاحتكام الى ثاني الحلول الاكسترا تايم، وممكن لا تستبعد ولا استبعد ان نلتجأ ونحتكم الى اخر الحلول، ركلات الترجيح يا جاسم يا حمد يا غلام. ترجع الكرة لمالك، تيري هنري الكرة العربية، هو هنري كرة العرب، هذا هو مالك. مالك كما قال واعترف انجوس مدرب السعودية البرازيلي، قال مالك وياسر اكيد يضمنان الفوز والانتصار على اي منتخب. الطريق لم يكن مفروش بالورود، ولكن السعودية اخترقت كل الحدود، حدود الترشيحات وحدود المنافسين وحدود المتراهنين على اللقب. 1-1 مع كوريا، الفوز على اندونيسيا كانت نقطة التحول بهدف رائع من لاعب الحارثي سعد الحارثي في الوقت القاتل، ثم كانت رباعية البحرين، ثم اوزباكستان بثنية، واخيرا مباراة الكمبيوتر يا انجوس هي التي اولدت العملاق الجديد. رجعت السعودية الى دواليب البطولات بعد نقول غياب سنة وسنتين فقط. عاد الاخضر عبر بوابة الكمبيوتر من خلال فيروس قاتل اسمه مالك معاذ. هدف للكاسر، ثنائية لهنري، والنتيجة السعودية في الفاينل للمرة السادسة في تاريخ الصقور. السعودية اشتركت لأول مرة آسيويا 84 وحققت البطولة في بطولة في سنغافورة، تعادت مع كوريا 1-1، تعادت مع قطر 1-1، فازت على سوريا بهدف والكويت بهدف. في السيمي فاينل كان تجاوز للفريق الإيراني، وفي الفاينل الفريق الصيني، وجميلة، مش ممكن. هذا هو الرهيب، هذا هو مشرف الكرة العربية. حوار داخل الحوار، من اليوم سيسعد ومن سيسعد الملايين؟ هل هو يونس ام هو الكاسر ياسر؟ شوف الكرة ما احلاها، شوف كرة العراق كيف تعود، شوف تعود ذكريات الزمن الجميل، ترجع لذكريات ومسميات واسماء علي كاظم وحسين سعيد وحارس محمد وناطق هاشم والدرجال وفلاح حسن ورعد حمودي وسمير شاكر محمود، باسل كوركيس والجوليادور احمد راضي. طبعا ارضك ولادة يا عراق، واللي خلف مماتش من سنين كان علي كاظم، وبعده كان البومبر احمد راضي، واليوم هو عصر وعهد وزمان السلطان القادم يونس محمود. تمشي الكرة لأكرم، نشط وخطأ وفاول وانذار. قصي منير، 8 دقائق من روعة كرة العرب، العالم يتفرج يستمتع ويتعلم بالسعودية والعراق في احلى دقائق الفاينل، في اجمل مباريات الاسياد، فمن سيكون سيد القارة الصفراء؟
84 اول بطولة يوم 16 ديسمبر 84 في سنغافورة. تاريخ يؤرخ لانطلاقة الكرة السعودية نحو العالمية. شايع النفيسة دقيقة 10 وماجد عبد الله 47 كدقائق للمباراة وكالثاني للاهداف وككأس اولى للاخضر في سماء القارة الصفراء. في 88 في الدوحة رجعت السعودية وكسبت اللقب بالتعادل مع الكويت والبحرين، بالفوز على الصين، بتجاوز سوريا باثنين في السيمي فاينل. الهدف التاريخي لماجد بينما كرة عرضية يخرج الحارس. برافو ماجد عبد الله على ايران في السيمي فاينل 88. ثم يوم 18 من ديسمبر البطولة نمبر 2 صالح النعيمة يصعد مرة اخرى للبوديوم ويرفع الكأس الفضية الغالية. كان على كوريا الجنوبية ركلات الترجيح. اما البطولة الثالثة في 96 في ابو ظبي بركلات الجزاء الترجيحية في لعبة الحظ على المنتخب الاماراتي والنهائي للفريق السعودي. اذا تبدا المباراة مثيرة جدا، الانطلاقة قوية، كورتين ملعوبتين خطيرتين من اسد الرافدين، من اسد دجلة ونمر الفرات. ينطلق الهجوم العراقي في وسط الملعب. كرار، عندك 4 اسماء 4 مفاتيح في العراق ما فيش كلام. كرار، يونس، نشأت، والهوار ملا محمد. بينما في الفريق السعودي عندك ثنائي ب4 و5، ياسر من جانب ومالك في جانب. الجوانب للمباراة سنتبعها، الكواليس عنها سنتحدث فيها، الهوامش سنخوض فيها، لكن كيف ستكون؟ لمن ستؤول؟ من سيفرح؟ من سيسعد؟ من سيعيد الكأس إلى بلاده؟ من ستخرج ملايين من أنصاره ومواطنيه الليلة؟ أين ستكون الفرحة؟ من سينام مطلع الفجر؟ من سيهلل اللقب الغالي؟ أنت يا بغداد أم أنت أيتها الرياض؟ إذا كورة في فاول، خطأ للفريق العراقي عن طريق نشأت. نشأت يجيب الكورة لمنتخب العراق في نهائي آسيوي أول، اللقب الوحيد القاري لأسود الرافدين 82 في نيودلهي يوم 3 من ديسمبر. 1-0 على الكويت في الفاينل هناك في نيودلهي الهندية. الذهب للألعاب اليوم الغاية الكأس الآسياد. ينطلق الهجوم، الكنترول، يونس رهيب، مش ممكن يونس، مش ممكن يا محمود، مش ممكن يونس محمود نجم البطولة ممكن يكون الأول. منافسة شرسة مع مالك وياسر للقب البيست بلاير لآسيا هذا العام، لكن لمن ستكون مباراة الفاينل لها دخل. من سيتألق اليوم سيفوز باللقب الغالي، ولكن أغلى الألقاب تبقى الأميرة الآسيوية، أميرة الشرق من جانب وأميرة الغرب في جانب. لم تكن البطولة صفراء يا أنجوس، ولكن ها هي يعيدها سمار اللون الخليجي والعربي لخزائن الكرة العربية. تمشي كرة طويلة، تيسير يتابع، البحر يراقب، واللقاء عنوانه تكتيكي، لقاء عنوانه مهارة وامتاع، مؤانسة واقناع، روعة وابداع بين الصقر القادم من الجزيرة وبين الاسد المستأسد هناك في بغداد. 13 دقيقة لعب في الشوط الاول. لقاء يجمع اقوى هجوم منتخب العراق وفريق السعودية، اقوى هجوم واقوى دفاع. الفريق العراقي قبل كان هدفين والفريق السعودي سجل 12. اقوى هجوم ام اقوى دفاع؟ والهجوم العراقي الرهيب يضغط، يتألق في الهجوم، تنطلق الكرة ودي على كرار، يرجع الكونتر اتاك، ينطلق تيسير مش ممكن يمر، يرجع قصي منير، قصي بارومتر خط الوسط، ينطلق الهجوم من مولا هوار، هوار محمد في خطأ لا، مارك شيل بيقول العب، الكرة ستلعب، ضاعت على كرار. كرار اللي يلعب في الوكرة القطري ان شاء الله في الموسم القادم. ياسر المسليم بذكريات عبد الله ومحمد الدعيع، ذكريات الكبار. كيف كان الطريق للفاينل الى نهاية جاكرتا؟ البداية لم تسر ولم تسر ولا عدو ولا حبيب. الكنا كنا خايفين، الكنا منتكسين، كنا متخاذلين متشائمين، ولكن سبحانه مغير الاحوال. واكيد كلمة لها مكان ولها مجال في هذا الاوان، وهي كلمة العبرة بالخواتيم. بدأها الشرق الاسيوي بقوة، بدأت بمفاجأة الفيتنام، بانتصارات اندونيسيا، باللا توقع للاداء التايلاندي، ولكن عبرتها في الختام، مسك الختام وكادر الاختتام كان بين نور صبري من جانب وياسر المسليم في جانب. نعم الكرة العربية
بدأت مرتعدة هنا في سماء آسيا، ولكن انهتها بالأحلام والوعود. ينطلق القحطاني، خطيرة، والحارس يتصدى نور صبري للركنية الأولى من جانب الصقور. ترجع الكرة للفريق العراقي في وسط الميدان، صراع على كل كرة، ممتازة مباراة، الجرينتا والروح، الإصرار والتحدي، تحدي للظروف للفريق العراقي وتأكيد للموروث للكرة السعودية. ينطلق الهجوم في خط، نعم، عملية إعاقة، اوبستريكسيون وانذار ثاني في المباراة. الأول كان ضد العراق والثاني سعودي على سعود كاريري. العراق تجاوزت مجموعة تايلاندا كليدر الجروب 1-1 مع تايلاند، هدف يونس محمود، ثم ازاحة الغرور الاسترالي ب3 3-1 عن طريق نشأة كرار والهوار ملا محمد، ثم كان التعادل السلبي الضامن للصدارة مع عمان، ثم الكوارتر فاينل نظام النوك اوت، خروج المغلوب، باي باي الفيتنام في هانوي 2-0 من الجوليادور يونس. وفي السيمي فاينل التألق امام المنتخب الكوري بركلات الترجيح. ينطلق الهجوم السعودي في كورة ملعوبة طويلة، الفريق العراقي ما زال ضاغط، الفريق العراقي والفريق السعودي في لقاء الأشقاء، في لقاء البطولة الآسيوية بهوية العرب، نتيجته بيضاء 0-0. 18 مباراة سابقة في سجل وأرشيفات الكرة العراقية والسعودية. أول مباراة كبرى احتضنها استاد الدوحة في قطر يوم 29 من مارس 76 في أحداث بطولة الخليج، ويومها فازت العراق بسباعية 7-0 ومنها هاتريك لعلي كاظم. أول انتصار سعودي في كأس الخليج كان في 30 من مارس 86 في المنامة في البحرين 2-1 للصقور. بينما في مجموع المباريات 4 انتصارات عراقية، فوزين للأخضر السعودي وتعادل وحيد، هي حصيلة ومحصلة لقاء العريقين والكبيرين في دورات كأس الخليج. آخر لقاء كان في 2007 في أبو ظبي من شهور، وفازت السعودية بهدف، وكان السبب في إخراج وإحراج العراق من كأس الخليج في النسخة 18. نرجع للمباراة ونرجع مع يونس يلعب كورة ممتازة المراوغة، لكن امتياز بالدفاع، الكورة اوت، ضربة تماس لمنتخب اسد الرافدين، وهو النيك نايم او كنية منتخب العراق. تمشي الكرة للهجوم العراقي، ملعوبة سهلة عند الحارس المتألق في هذه البطولة ياسر المسلي. إذا تحدثت عن المشوار الخليجي للمنتخبين فأني الآن سأخوض في المواجهات بالاستحقاقات الآسيوية للطرفين. 76 لعبوا في التصفيات، فازت العراق 2-1 وتعادلوا 1-1. البطولة والتصفيات كانت في بغداد في استاد الشعب الشهير في بغداد، ثم كانت المواجهة في 96 في كأس آسيا هناك في أبو ظبي، فازت السعودية بهدف فهد المهلل، وفي 2004 في الصين فازت العراق 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة 87 من يونس محمود. هذا هو المدرب أنجوس الذي نجح في الرهان، ونقول عمل توليفة كبيرة لم يقتنع بها جانب من الإعلاميين، انتقدها البعض من الخبراء والفنيين، ولكن هذا المدرب أثبت كفاءته وخلق جيل جديد باعتبار معدل أعمار السعوديين 22-23 سنة. كرة أوت، ضربة مرمى لنور الصبري الحارس المحترف في الدوري الإيراني، بعد ما كانت الكرة من هذا اللاعب النجم القادم بقوة، رهن عليهم أنجوس ونجحوا. عبد الرحمن القحطاني ومعاه أيضا أحمد الموسى، أسماء وأسماء، الأجيال تتلاحق، الأسماء تتبدل، لكن دائما منتخب السعودية أو الناشونال تيم يبقى فريق بطولات. 3 مرات بطل الخليج، مرتين بطل العرب، 3 مرات زعامة آسيا، 4 مرات تواجد في المونديال. في كلمة، هو منتخب البطولات، هو الكرة العراقية، وحسين سعيد هو الامبراطور، 126 مباراة دولية و63 هدف. ولو انه يونس بما يبذله من مجهود وبما هو قادم من سنوات وجاي من بطولات ممكن يكون الامبراطور القادم لارض دجلة والفرات. ترجع الكرة سعودية، تلعب من احمد البحري، المنتخب السعودي عنده كرة ممتازة من سعود في خطأ، نعم، مارك شيدي زفر فاول على باسم عباس اللي يلعب في الدوري اللبناني ضمن صفوف والوان نادي النجمة، احد اعرق الاندية اللبنانية
مع شقيق الانصار. هذا فاول وخطأ صريح وواضح على باسم عباس. اذا كرة سعودية، ينطلق تيسير نجم النادي الاهلي والنجم السعودي القادم بقوة في دورة هذا العام. على فكرة هداف البطولة هو ياسر 4 اهداف، يليه يونس محمود 3. اذا هو صراع الهدافين ايضا من اجل اعادة سيناريو اليابان، من اجل تكرار هدفه في اندونيسيا، من اجل التأكيد على سمعته ككل يدور وهداف. بطاقة تعريفه ياسر القحطاني 24 سنة، ولكن هناك سي في وبطاقة تعريف كروية فيها الكاسر، فيها اكبر الهدافين، فيها اغلى صفقة رياضية في تاريخ المملكة، 5 مليون ريال. تاريخ ويوم وصفقة انتقال من القادسية بنو قادس الى الهلال الزعيم بالرياض. على فكرة ياسر القحطاني صار ب6 اهداف، هو اكبر هداف اسيوي في تاريخ المنتخب السعودي ومشاركاته القارية. 24 سنة، لكن اليوم ان كتب الفوز للاخضر السعودي لن يكون ياسر اصغر كابتن سعودي يحمل اللقب، لانه الرقم سيبقى مدون باسم امبراطور وسيد الدفاع ووزير الدفاع السعودي. ككرة قدم احكي طبعا صالح النعيمة. تمشي الكرة للمنتخب السعودي، تنبيه وتحذير، مارك شيد لن يتسامح حتى ان كان العنوان الفاينل، حتى ان كان الرهان بطولة، حتى ان كانت الغاية الكأس الصفراء الاسيوية. حذاري وانتباه، تركيز، واصل المشوار، وصل لاخر المشاوير. تمشي كرة سعودية ترجع من دفاعات العراق في وسط الميدان، تلعب من اليساري وليد عبد ربه، يلعب كرة طويلة يخرج نور الصبري. لا خوف ايها العاشق للعراق. ترجع الكرة من نور الصبري، قلت المحترف في الدوري الايراني. العراق مع فييرا في شهرين عملت نهائي غرب اسيا اللي خسرته هنا في عمان 2-1 من منتخب ايران، ثم ها هي في نهائي كأس الامم الاسيوية بعد شهور من نهائي الالعاب الاسيوية. حقيقة كرة العراق تعشق التحدي، بدون الصعوبات، بدون الضغوط، بدون الحصار، الكرة العراقية ممكن ما تنجحش. هكذا هي طبيعة العراقي المقاتل ذا النفس الأبية. تمشي كرة طويلة ملعوبة عرضية، تلعب ليونس، يونس في الصراع، ينطلق الهجوم، أسامة هوساوي فكان خطير، يونس القناص، يونس وكرة سهلة، عمل الصعب والسلف الأسهل. أوه يا يونس، يونس محمود اللي في الدوري القطري في يوم سجل 6 اهداف مع النادي الخور. يونس اللي يعتبر صاحب اسرع هدف في التاريخ القطري، 27 او 28 ثانية، هدف الغرابة في مرمى الزعيم القطري نادي السد. مش ممكن. يونس لحد الان هو الواضح اكثر في الصورة، هو اللي يخرج في الكادر، هو اللي يخرج ويعمل اوتوغراف المباراة بانتظار امضاء ياسر الكاسر. هو صراع وحوار، هو لقاء داخل لقاء فييرا وانجوس من جانب، لقاء السعودية والعراق في اهم الجوانب، ولكن في بعض الجوانب هناك لقاء داخل اللقاء، الدويلو بين الرائع ياسر القحطاني وبين المتميز الساحر يونس محمود. نعرف ان القرش يعيش في المحيطات، اول مرة نعرف ان القرش يعيش في الانهار. نعم، هو القرش العراقي الذي خرج من دجلة والفرات، من انهار العراق. يونس محمود، ترجع الكرة في النصف، تلعب للمنتصف، كرة ترجع للصقور. السعودية تستقتل على كل كرة، تقاتل على كرة من اجل كأس هي الاغلى، هي الرابعة للاخضر. ينطلق عبد الرحمن القحطاني والحوار، والكرة للاوت سعودية. فلمن سيرتفع صوتي في الاخير واقول نهاية المباراة، الكأس عربية، وهذه المتعة الاولى. بينما الثانية كيف سأقول، كيف سأعلق، كيف سأتكلم، بأي الكلمات وأي الألوان. هل سأقول خضراء سعودية أم بيضاء عراقية؟ في كل الأحوال نرجع ونقول 5 ألقاب العرب في آسيا مع 9 بطولات لعرب افريقيا. الكرة العربية تبقى في التوب. ينطلق الكاسر، يمشي ياسر، يونس ورانا كيف انت سترينا الان. ينطلق القحطاني، بريسينج وضغط وانطلاق جميل، ملعوبة للصقور، عرضية خطيرة، ياسر يستأسد وينتظر، والدفاع العراقي يقول عارف مكانتك،
عارف قيمتك يا كاسر، مش ممكن نمرر لك كوره مثل هذه والا ستكون في الجول. غطى وفاول، حماس، اثاره، متعه وقوه، صلابه في كل لحظه، استقبال في كل لقطه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. النهائي العربي في الاسيوي هي احلى مباريات الاسياد. انذار مستحق وهو الثالث في المباراة على كرار. المسك من الفانيلا واضح، مارك شيلد واضح، ويعطي بطاقة صفراء ثالثة في عمر الفاينل القصير لحد الآن. 25 دقيقة مرت وانقضت، ما زلنا نبحث عن متعة الأهداف، ولكن وصلنا لإمتاع الأداء وإثارة الفاينل العربي هنا في جاكرتا. كرار محمد، انذار على منتخب العراق، وكورة للقحطاني، يمشي عبد الرحمن، خطيرة سعودية. الفريق السعودي بدأ رويدا يدخل في اللعبة. نفس السيناريو مع اوزباكستان، نفس المجال ونفس الكادر مع النيبال اليابان. منتخب ياسر، منتخب السعودية يبدأ رويدا ويمشي دائما في الرتم الأعلى في النسق التصاعدي. البداية عراقية لكن آخر الدقائق كانت سعودية. المباراة متوازنة والنتيجة هي العدل، ولكن عدالة الكرة وأرقام وقوانين الفوتبول يقول اليوم لابد لأن يكون لآسيا بطل، لابد لآسيا أن تزف عريسها. المليار والنصف فقط في الصين، نصف ممكن قارات العالم كسكان هنا في آسيا سيعيشون ويتوجون، يزفون العريس الكروي هذه الليلة من جاكرتا. خرج الكرة جاسم حمد غلام، يلعب في نادي الوحدات في الدوري الأردني، بطل الدوري هنا في الأردن، بينما زميله حيدر عبد الأمير رقم 14 الظهير الأيسر للفريق العراقي يلعب في النادي الفيصلي وصيف بطل العرب. تمشي كرة وترجع من الدفاع العراقي، وسط الميدان هي أم المعارك في هذا اللقاء النهائي والفاينل. الفينالي النهائي والفاينل لمن سيكون؟ تمشي كرة قصي يلعب الكرة ممتازة، هوار يجيب الكرة، تمشي مرة ثالثة لباسم عباس، تضيع، تعود، تبقى الكرة حائرة. تمشي كرة في الملعب عن طريق القحطاني، ينطلق عبد الرحمن، يمشي القحطاني للمنتخب السعودي. القحطاني والسعودية تتحرك، السعودية تتحرك وتتكلم الآن من الأطراف، ينطلق اليساري عبد الرحمن، يشوف الكرة مالك مضغوط عليه. طبعا العراق وفييرا قاري حساباته، يعرف قيمة مالك ويعرف إمكانيات ياسر، والكرة سعودية تضيع لتعود عراقية وتبقى عن طريق اللاعب هوار ملا محمد. أو التماس، برافو يا خالد يا عزيز. ، 27 دقيقة لعب في الشوط الأول والنتيجة بيضاء، 0 العراق 0 السعودية في نهائي كأس الأمم الآسيوية 2007. تنظيم رباعي، اندونيسيا الاختتام، بانكوك في تايلاند الافتتاح. افتتحتها العراق ضد تايلاند واختتمتها العراق ضد السعودية. فكيف سيكون الختام ومشهد الاختتام يا كرار؟ سجل هدف في مرمى استراليا الكانجورو. بعض الملاحظين أشروا وتوقعوا أن المشوار السعودي كان أصعب في النهايات، ويقول أيضا المنتخب العراقي لعب مباريات صعبة. وكرة خطيرة من كرار، جميلة، كرار ورائعة جدا، وجدت الأروع، جميلة من كرار. المهارة العراقية مش ممكن، على طريقة الكبار، بطريقة راقص التانجو أو محبي السامبا. شوف الوحدة، شوف اثنين، شوف يتعدى ثلاثة. خد عزيز خف البنالتي، يسدد كورة وياسر السليم، خطيرة وصعبة للعراقيين، مرت بالسلام على أهل المملكة. مش ممكن الكورة، مش ممكن الفرصة، هي الأقرب، هي الأخطر للفريق العراقي في نهائي جاكرتا. ترجع عراقية، يلعب على القائم الثاني، الصعب، برافو الدفاع، برافو الدفاع السعودي للأوت للمنتخب العراقي. مباراة صعبة جدا ما غير شك، كل التخمينات جاهزة، كل الاحتمالات قائمة لمن ستكون الفرصة السانحة والمكان المانحة لزعامة آسيا هذا المساء. ينطلق العراق في كورة للإطلاق، تلعب للانطلاق،
اين يونس؟ الدفاع برافو برافو يا السعود. كرير يستبسل، ترجع عراقية، المهارة، الفن، الرقة، الدقة، الشطارة العراقية، والكونتر اتاك السعودي. رب عبد الرحمن، رب القحطاني يلعبها، مالك ينتظر، ياسر الكاسر، ممكن يا عبد الرحمن، سلسلة المراوغات، يقول ما فيش حد احسن من حد، انا ايضا يا عراقي عندي المهارة، ولكن ضاعت بتدخل الدفاع العراقي. مباراة مثيرة جدا، مباراة الفاينل رائعة لحد الان، مباراة هي الاروع في اسيا 2007 في سماء كرة قارة الصفر، قارة الاسيوية. اذا كرة كانت صعبة جدا. ارقام قياسية من مباراة السعودية والعراق. نتمنى ونذكر بالارشيف، 56 البطل كان كوري، 60 اللقب كان لكوريا، 64 نمر عليها مرور الكرام، نرجع ل 68 72 76 بدأت سطوة نمور طهران. النووي الإيراني تكلم في 3 دورات، 80 كانت أخيرا عربيا، ابتسمت للخليج من خلال الكويت في لقاء تاريخي في سبتمبر 80 في الكويت سيتي ب3-0. الأزرق دك حصون الشمشون الكوري. 84 سعودية، 88 حافظت عليها السعودية، 92 في هيروشيما اليابان فازت بهدف على الأخضر. في 96 السعودية قالت ما في زعيم إلا الصقور. في 2000 اليابان تكلمت بإجادة الكمبيوتر. في 2004 تكلمت النيبون بروعة التكنولوجيا. ولكن 2007 رجعت الكرة لوصولها، رجعت لتقاليدها، لموروثها وأعرافها، رجعت عربية، خليجية، عراقية، سعودية. ترجع الكرة للوسط، تمشي المباراة الأحلى في سماء آسيا. في الفاينل كنا خايفين، اللقاء ممكن مغلق، اللقاء مقفول، الفريقين يهاجموا، الفريقين يجاسفوا، اللعب مفتوح، انفتاح على الكرة الرائعة والاروع. مالك يلمس كرة، يلعب تيري هيري الكرة العربية، ولكن الدفاع يتصدى، يتدخل والعراق للاوت عن طريق علي رحيمة. يلعب في الدوري القطري ايضا في نادي الوكرة. معظم اللاعبين العراقيين منضمين تحت الوان وغطاء ولواء اندية قطر، الوكرة وايضا الخور والغرافة وباقي الاسماء الرنانة في كرة قطرية سيطر عليها هذا العام بالطول والعرض الزعيم السداوي. نرجع لتيسير الجاسم، يضيع كرة تيسير وسط الميدان، متفوق فيه نسبيا في الحوارات الثنائية الديال الفريق العراقي. ولذلك مباراة هي مباراة الوسط، هي ام المعارك في وسط الميدان. من ياخذ وسط الميدان ستكون له الاغلبية والافضلية في صنع اللعب، واللعب يعني اهداف. تمشي كرة عراقية خطيرة من يونس، يلعب الكنترول، هرب يونس، لا برافو الدفاع السعودي. كانت امام الاخطر في الكرة العراقية الكبرى العراقية كرار، لكن هو يونس محمود، ومرت بسلام من اسود الدفاع السعودي بقيادة وليد عبد ربه واسامة الهوساوي. العراق ماسك الكرة اكثر وطلع على التمريرات القصيرة. الفريق السعودي ينتظر فرصة الانطلاق والاطلاق لمرتدة قاتلة نموذجية. القحطاني ما يمرش، الفريق العراقي ياخذ كرة يربح وقبل على الكرة. منتخب العراق يمتلك الهجوم، تبقى للابيض، تبقى بحوزة اسود الرافدين. العراق عنده هجوم من كرار، يلعب الكرة لقصي منير، قصي يعمل مراوغة، قصي ينطلق، قصي يطلب الوان-تو، خطيرة جدا، برافو الدفاع موجود، تمركز جيد وانتشار اروع. لاعبين السعوديين واقفين في اماكنهم في هذا اللقاء الصعب جدا، لقاء الفاينل. العراق 0 السعودية 0. نتيجة التعادل هي الاعدل وهي الاقرب حاليا في سكور المباراة، بالرغم من ان المنتخب العراقي ماسك الكرة اكثر بين ظفرين. اذا تمشي كرة سهلة ملعوبة للفريق العراقي من جاسم حمد غلام. انخاص او انجوس يفكر في النهاية الصعب، كل الطرق تؤدي الى اللقب، تؤدي الى زعامة اسيا. فريق العراق يلعب بحماس اول فاينل في تاريخه، بينما المنتخب السعودية عنده تجربة الفاينل، عنده خبرة هذه المواعيد، متعود على هذه البطولات. ينطلق الكرة من هوار يلعب لنشهد،
نشط لم نراه كثيرا في هذا اللقاء. يمشي تيسير، يلعب الجاسم لسعود، السعود التيسير، السيناريو اليسير ام هو اللقاء الصعب؟ حتما هو الصعب. ينطلق مالك يمشي الوليد، او الكورة من كامل موسى الظهير الايسر، وليد عبد ربه يسار النادي الاهلي يلعب في محور الدفاع في اللاكس مع اللاعب اسامه هوساوي. هي تركيبة الدفاع للمدرب انجوس. ورا من ياسر في خطأ وفي فاول، خطأ للمنتخب السعودي. الدقيقة 34 زمن المباراة للشطر الاول. ما زال الاخضر يبحث عن عنوان، وما زال الابيض يحرص على نغمة. 34 دقيقة لعب في زمن الشوط الاول من نهائي قد يمر ل4 اشواط، قد يمر لاخر الحلول. اللقاء الفاصل في ركلات الفصل، اللوترية، لعبة الحظ هنا في جاكرتا. للإشارة والمعلومة رئيس الفيفا جوزيف سيب بلاتر يحضر فاينل جاكرتا النهائي العربي، بينما كرة سعودية بعيدة من سعود كاريري يلعب كرة اوت. احسن مباراة للسعودية في البطولة كانت ضد اليابان في السيمي فاينل، لا شك ولا اختلاف. بينما اروع مباريات الاسود القادمين من بغداد كانت ضد استراليا القادمة من اوقيانوسيا. بالثلاث انهى الفريق العراقي الغرور الاسترالي الذي قيل وحكي ويقال انهم كانوا متأكدين من الفاينل، بل كانوا يعتبروا مجرد الوصول للفضة فشل. فكانت الدروس المستفادة في كرة القدم: الكرة تعطي لمن يعطيها، الجهد والعرق هو السبيل الاوحد للنجاح، هو العنوان الفريد للبطولة الغالية. امتلاك الكرة بوسيشن اكثر كرة للفريق السعودي. ناشد اكرم لكن الامور متقاربة تقريب 50-50. يلعب على الكرات الثابتة، الحوار بين وليد عبد ربه ويونس محمود. الله يعين وليد عبد ربه من جانب، والله يعين ايضا باسم عباس وجاسم في جانب مع ياسر ومالك. وهذه الكرة واللقطة الاخيرة مارك شيل كيف سيقرر؟ كنت انظر لورقة الاسماء فلم ارى كيف تعاملت الاسماء في هذه اللقطة. اترك المجال لمارك شيل واترك الفرصة للمخرج ان يعيد لنا اللقطة الصورة لنحكم، ولكن اخر الاحكام تبقى للصافرة الاسترالية لمارك شيل. هذه الكرة المشتركة بدون كرة بين وليد عبد ربه السعودي ويونس محمود العراقي. نتمنى ان تتواصل المباراة في روعة الاداء وفي قيمة الاخلاق الرياضية، الفير بلاي. السعودية كسبت منتخب للمستقبل 2010. لا اشك لحظة انه هذا المنتخب سيكون موجود ومتواجد ان شاء الله في سماء جنوب افريقيا في المونديال للمرة الخامسة على التوالي. اما العراق غدا يوما اخر، وان غدا لناظره لقريب، ونتمنى كل الخير للشعب العراقي والكرة العراقية. اما اليوم فهي كلمة السر: بطولة توحد الشعب، بطولة تسعد الملايين، بطولة تخرج من هموم السنين. هذه اللقطة الاخيرة ممكن زود لها شوية يونس، لم تكن في هذه الحدة من وليد عبد ربه. على كل الامكانيات جائزة، وكل الاغاني ممكنة، وكل الفرص متاحة، وكل الطرق تؤدي الى روما. بينما الكارت الاصفر الرابع في المباراة كان ضد يونس على ما يبدو، او لوليد على ما يبدو. في الاخير لا يبدو ولا تبدو، الامور واضحة الان. الكارت الاصفر على وليد عبد ربه، وليد الجحدلي المعروف بعبد ربه. هنا انذار سعودي، الرابع في انذارات وكروت المباراة الصفراء. وارجو ان لا اقول مصطلح العادة بعد ان تصفر قد تحمر، لذلك لنبقى في الصفار في قارة الصفر، في بطولة السمر سيطر عليها العرب، تألقت فيها العراق وابدعت فيها السعودية. يونس محمود انذار مزدوج مشترك، الحسبة صارت 5 انذارات في شوط اول. نفهم من هذا، نتأكد من هذا، ونؤكد على هذا انه اللقاء فيه شد عصبي كبير عادي ونورمال وطبيعي. الفاينل ليس كل يوم يا يونس، وليس كل مساء يا وليد يا عبد ربه. كورة من وليد، ينطلق وليد في يوم وفي سنة وفي بطولة مولد منتخب عملاق جديد.
منتخب سعودي قادم عتيد. ينطلق وليد عبد ربه، ينطلق الهجوم السعودي. الفريق السعودي ما لقاش الريبير، الميكانيزم تبعه، اليات لعبه لم يوظفها لاخطر هجوميا اليوم. المنتخب العراقي ينطلق لكرة خطرة والدفاع يتصدى بثبات. خالد عزيز ركنية ام لا؟ هي كورنر شكلها يا خالد. فهمت هذا من خلال نظرتك للمساعد. هي كذلك، هكذا كان بانتظار ما سيكون، هكذا تلعب بانتظار ما سيلعب، هكذا يكتب بانتظار ما سيكتب. ماذا سيدون في مدونة وارشيف وتاريخ وسجل كأس آسيا في النسخة 14؟ الذهب لمن والفضة لمين؟ تمشي الكرة من كورنر، الركنية للمنتخب العراقي في كرة ثابتة. ينطلق هوار على القائم الثاني، راسية خطيرة، كرة أخرى عراقية. العراق أخطر نسبيا في هذا الشوط الأول. وركنية أخرى، ركنية اليسار تصبح من اليمين، فكيف ستكون يا كرار؟ إذا تكرار الضغط، تكرار الكرات الثابتة، سلاح الركنيات والمخالفات. العراق يضغط، جمهور اندونيسيا في اللحظات يتفاعل، والعراق تتفاعل بكرة عرضية لم تنجح لوجود الصقور. الدفاع السعودي يدافع في احلى مبارياته دفاعيا، ولكن بالانتظار، بالنظرة لقوة الاخضر ننتظر المسحة الجمالية، كراتك الهجومية يا اخضر من ياسر ومالك. ترجع الكرة للدفاع، الاوت والتماس عراقي. احمد البحراء في وسط الميدان، تماس للمنتخب العراقي. على فكرة رسميا اليوم كأس آسيا 2011 ستكون لنا في ارضنا وفي غربنا الاسيوي.